يلا تعالوا معايا النهارده هنعمل مع بعض الطبق اللي انتوا شايفينه ده. طريقة الفراخ دي جميلة، دول فرختين صغيرين بس هنعملهم بتتبيلة جديدة وجميلة. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المكونات. السلام عليكم، تعالوا معايا النهارده هنعمل مع بعض. جايبه فرختين صغيرين، التتبيلة بتاعتهم زي ما انتوا شايفين. الزيتون ده المهروس ماشي، 3 معالق بابريكا كبار، فلفل اسود، معلقه ونص ملح، ليمونه، خل تفاح. بتبلهم تتبيله كويسه واحطهم في كيس في التلاجة من بالليل. تبلنا الفراخ وبيت لها ليله كامله. هنعمل ايه؟ هنجيب عندنا هنا 3 بطاطسات. لو عندك بطاطس صغيره ماشي، ما عندكيش بطاطس رفيعه هتجيبي 3 بطاطسات وتقطعيهم انسس وبعدين اربع وبعدين تقطعيهم مكعبات كبيره عشان يديني حجم صغير. وبعدين هتجيبي عندك بصله كبيره تقطعيه شرايح والفرختين. وتعالوا بقى معايا نشوف هنعمل ايه. جبت صينيه فوقيها نحطها في الفرن، وجبت عندي كيس حراري هبدا احط فيه الفرختين واحط معاهم البطاطس والبصل. نعملها حطيت كده معاكم البطاطس والبصل، احط عليهم ملح وفلفل. عندي معلقتين الخل، حطيت عليهم نص معلقه بابريكا، حطيت عليهم نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، هحط عليهم عصره نص ليمونه، واحط عليهم معلقه الزيتون المهروس. كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها دي مع بعضها كده، وهتحطي عليهم معلقتين زبده وتقلبيهم تقليب كويس كده زي ما انتم شايفين. وبعدين تحطيهم في الكيس على البطاطس، تحطيهم في الكيس مع البطاطس والبصل ماشي. هتروحي محركاهم مقلباهم تقليب كويس مع بعض، وبعدين تحطي عليهم الفرختين. تعالوا بصوا كده، حطيت اهو الفرختين فوق المكونات اللي انا عملتها حطيتها على بعضها. هقفل بقى الكيس واحطه في الفرن، ولما تستوي هوريها لكم. عايزه اقول لكم بدعوا كده واعملوا لاولادكم اكلات جديده هتبقى جميله جدا. يلا تعالوا معايا كده شوفوا، بسم الله ما شاء الله، ده الشكل النهائي للوجبه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. جربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم.